الصواب والبدر الذي بين الدوالي والكرم العلي بين الدوالي. هاشمي فضلك الله أنا في ربي، هاشمي فضلك الله أنا في ربي. أفرحي أسدي أفرحي أسدي أي ماي ماي ما تدري خمسي أي ماي ماي ما تدري خمسي. أفرحي أسدي أفرحي أسدي. مصطفى حمادي رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم جهة سوس مسا، ورئيس كذلك تدريب 131 بمركز دار الطالب ولاد داحو. نلتقي في هاد اللحظة مع واحد الخيرة ديال الشباب ديال الجهة وخارج الجهة كذلك، في إطار فعاليات التدريب الربيعية التي تنظمها وزارة الثقافة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم بعد غياب دام 3 سنوات بسبب مضاعفات والانعكاسات ديال كوفيد 19 اللي شهدته العالم وشهدته بلادنا كذلك. وهذا الغياب خلى واحد التأثير كبير على الشباب في هذا الجانب ديال التدريب. وهذه السنة لاحظنا أنه كاين الإقبال كبير وكبير جدا، إلى أننا ما قدرناش نلبيو جميع الرغبات ديال الشباب ديال الجهة، ولكن الحمد لله احنا الآن انطلقنا في الطريق الصحيح مع هاد الشباب. اللي غادي نشير ليه كذلك هو انه التدريب ديال هذه السنه تختلف عن سابقتها، لا من حيث الجانب القانوني لاننا دخلنا في المرسوم التنظيمي اللي كينظم هذه العمليه ديال التخييم وداخل فيها هذا التدريب. كذلك حتى من ناحيه المناهج ومن ناحيه المضامين كاين واحد التغيير، لا من ناحيه العروض ولا من ناحيه لا من ناحيه العروض ولا من ناحيه المضامين، كاين تغيير كبير. ولكن اللي غادي يكون له تأثير كذلك هو الفعل ديال الزمن، لأن 6 أيام لا تكفي. نتمنوا أن القطاع نخترقوا مع الجامعة ونخلقوا واحد الأنشطة ديال دعم قدرات الشباب ونهاية الأسبوع باش نستمروا في هذا التدريب، باش هاد الشباب اللي حينزلوا الميدان ديال التخييم يكونوا هازين معاهم واحد الباكاج تربوي اللي يمكن تعطى للوليدات. ما ننساوش كذلك ان جهه سوس مسا عرفت كذلك واحد الثوره كبيره في هذا المجال بعد واحد الجمود اللي دام سنوات بحكم كورونا وبحكم ان جهه سوس اصبحت تفتقر لغياب فضاءات تخييم تابعه لقطاع الشباب بحكم ان التوسع العمراني ديال مدينه اكادير والمدن المرافقه. من هذا المنبر كذلك كنتوجه للساده المسؤولين، رئيس الحكومه السيد معالي وزير الثقافه الشباب والثقافه والتواصل باش يعطيو الاهتمام لهذه الجهه في الفضاءات، لانه لا يعقل ان جهه سوس مسا عندها واحد الساحل ساحلي يمتد من الصويره الى سيدي فني وتفتقر لفضاءات تخييم خاصه بسميتو. الان كاين فضاء ديال مخيم اكلو اللي غادي تفتح، وكاين عندنا فضائين في تغازوت الشماليه والجنوبيه اللي هما 2024 ان شاء الله غادي يكونوا موجودين، ولكن دائما نلح ونريد المزيد. شكرا لاخواننا في الجامعه الوطنيه للتخييم، شكرا للسيد المدير الجهوي لقطاع الشباب بجهه سوس مسا اللي حقيقه لمسنا فيه التعاون الجيد ولمسنا فيه الرجل اللي دائما واقف معنا. شكرا لهاد الشباب وهاد الشابات النيرين اللي حاضرين معنا في هذا التدريب. شكرا للاطور اللي كتسهر على هذا التدريب. شكرا للساده المديرين الاقليميين ديال الجهات سوس مسا، كل واحد بمنصبه وباسمه، لان حتى هما كيبذلوا واحد المجهود كبير في انجاح هذه المحطه التربويه الهامه. والى الملتقى ان شاء الله. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. الحسن تغدا موظف بقطاع الشباب والثقافه والتواصل، قطاع الشباب بجهه سوس مسا. نحن جد سعداء اننا نشاركوا في هذه المحطه هذه ديال التدريب التكوينيه
الربيعيه لتكوين منشطين تربويين، الاطر ديال ان شاء الله التي ستشرف على على المخيمات الصيفيه لصيف 2023. كنعرفوا ان هذه السنه كتحمل الجديد، هو ان هذه السنه ان شاء الله ستكون انكباب على المضامين التربويه، تجويد المضامين، تحسين من مستوى التكوين المقدم لفائده الاطر، باش ان شاء الله تكون النتيجه ايجابيه ان شاء الله، باش نكونوا اطر قادره على تاطير المخيمات، قادره على تقديم الجوده فيما يتعلق بالمشاريع البيداغوجيه اللي كتقدم للاطفال، قادرين على تنزيل برامج هادفه لفائده الطفوله. فمن هذا المنبر كنحيي جميع الجهات المسؤوله بما فيها قطاع الشباب في شخص السيد المدير الجهوي والساده المديرين الاقليميين بالجهه، والجامعه الوطنيه للتخييم، المكتب الجهوي لسوس ماسه، على الجهود الجباره، وكل الشركاء اللي دعمونا في هذا الجانب، سواء قطاع التعاون الوطني، السلطات المحليه، وجميع المنتخبين، وجميع الشركاء اللي دعمونا في هذه التجربه لانجاح هذه الدوره ديال التدريب التكوينيه، اللي كنتمناو ان شاء الله انها تكون في المستوى وتخدم الصالح ديال الطفوله ديالنا والشباب ديالنا. مع كذلك نحيي جريده مشاهد هذا المنبر الاعلامي على التغطيه ديالو، وتحيه للجميع وشكرا. هشام بوهوش، الكاتب العام ديال الجامعه الوطنيه للتخييم جهه سوس ماسه، في اطار الدوره العامه للتدريب اطر التخييميه التي من 1 إلى 7 ماي. الحمد لله نجحت الجامعه بشراكه مع الوزاره الوصيه لقطاع الشباب والرياضه والثقافه والتواصل، قطاع الشباب، من انجاح هذه التظاهره، وبدايه كانت موفقه في جميع المراكز ل 12. اكيد بهذا المنبر كنشكر جميع الاطر المكونه والشباب الذين صراحه حجوا بكثافه، وكنعتذر من هذا المنبر لجميع الشباب اللي ما التحقوش وما استطعناش باش نغطيو جميع المقاعد، لان العدد كبير جدا الذين يعني قدموا طلبات المشاركه، ولكن العدد كان كبير والمقاعد كانت محدوده، وهذا الشيء كنعرفوا بسبب جائحه كورونا والانقطاع ديال التكون لهذه المده الكبيره. الحمد لله رجعت سوس ماسه رجعت الى الطريق الصحيح. الحمد لله المخيمات ستكون في المستوى بسبب التكوين الجيد